السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده، ده فستان احنا عملناه مع بعض على القناة. هحط لكم اللينك بتاعه لو انتوا عاوزين اللينك بتاعه. طب انا جاي اعمل ايه دلوقتي؟ الفستان ده احنا عاملينه تقريبا من اكتر من سنة. اه اتلبس في الصيف واتلبس في الشتاء كمان. هي في الخريف، مش في الشتاء، الشتاء في السقعة يعني، لا في الخريف في الربيع كده اتلبس كتير، لان زينب كانت بتحب الفستان ده قوي. طيب، انا جاي اقول لكم ايه؟ جاي اقول لكم شويه نصايح، وجاي اقول لكم هعمل فيه ايه. اولا الفستان ضيق على زينب من الحته دي بس، يعني الخط بتاع الوسط ده عند الصدر هنا كده ضيق، دي ماسكه كده عليها شويه، لكن بقيه الفستان كله مظبوط. فانا هفكه لغايه يعني هفك اللي, اللي تحت جزء الجيبه بتاعت الفستان كلها، تمام، وهوصل لهنا. هفك الجنبين دول وهوسع من الجناب، واكيد هفك الكم، تمام. يعني تقريبا الفستان كله هيتفك ما عدا المربعات. طيب، ليه يا اميره تفك الفستان؟ ما تديه لحد. انا يعني كل الشغل اللي بعمله لما بيصغر على زينب بدي اللبس لاي حد، بس الفستان ده زينب بتحبه قوي، فانا قلت هوسعه لها. وكمان انا عندي بكره من اللون الاساسي، عندي فيه بكره، فهوسعه لها بيه. وغير اني هوسعه لها، هعمل لها الجزء بتاع الجيبه، هعمل غرزه تانية تكون ضيقه شويه عن كده، لان هي بتلبسه على مثلا شورت، فبرضه بيبقى الجزء بتاع الشورت ده شفاف. فهي كبرت يعني، زينب دلوقتي 8 سنين وشويه، داخله على ال9 سنين. فاضل لها كام شهر كده وتمت، يعني قولي 8 سنين ونص. فمش حاسه ان الموضوع يبقى لطيف يعني، كبرت يعني شويه. ربنا يخليها ويخلي عيالكم كلهم يا رب. طيب، آه طبعا هفك الحزام كده الاول، دي اول خطوه ان احنا نفك الحزام ده. بس قبل ما افك وقبل ما اقول لكم انا هعمل ايه، لاني اصلا قعدت قبل الفيديو ادور فين البدايه النهايه بتاعت الشغل عشان افك، غلبت على ما وصلت لها. ودي زي ما بيقولوا كده ضريبه اللي بيشتغل بذمه. والله بجد نص ساعه كامله بدور على الجزء اللي انا قافله فيه علشان ابتدي افك. فاقفلي بذمه، اقفلي شغلك بذمه، هو ده اللي هيحصل لما تيجي تفكيه. بس ما علينا. طيب، الفستان ده زي ما قلت لكم غسيل ولبس. يعني ايه غسيل ولبس؟ انا من الناس الجحده اللي بتغسل في الغساله. طيب، في نصيحه دايما بقولها لكم، وجايه تاني اقولها لكم عملي دلوقتي. ايه هي؟ انك دايما تبتدي المربعات بتاعتك بسلاسل، مش بدايره سحريه. لو بدايره سحريه وارد ان دي تتفك، السنتر بتاع المربع هنا او الدايره في المنتصف هنا وارد جدا انه يتفك، ده لو معمول بدايره سحريه. لكن بسلاسل امان الامان الامان. وانا شارحه ازاي كمان نامن المربع بتاعنا ونشتغل اللي نقفل كويس جدا ازاي. طيب، انا ده كنت بغسله والله في الغساله وبنشفه، يعني كمان مش بغسله في الغساله واطلعه واعصره على ايديا او احطه، لا ده انا كنت بسيبه يتعصر في الغساله، يعني بيطلع ناشف من الغساله. امني شغلك صح، اشتغلي شغلك تمام زي الفل مظبوط، هتاخدي حاجه تعيش معاكي، تتلبس وتتغسل وتتلبس وتتغسل. بصوا، بقول لكم سنه ونص ولا سنه وشويه البنت بتلبسه. كل اللي حصل في الفستان انه ضيق، والخشبه من الخشبتين، الخشبه دي بصوا حتى شكلها من الغسيل اهي، خشبه من الخشبتين الخشبه اتكسرت. بس هو ده كل اللي حصل في الفستان. فانا هفك الحزام معاكم اهو. وهعمل ايه؟ هفك الفستان زي ما قلت لكم. اللي عايزه الطريقه بتاعه الفستان هحط لكم الطريقه في الكومنتات تحت، في البوست، في الكومنت المثبت يعني، وهحطها لكم في صندوق الوصف. الحزام انا هفكه وهسيب الحزام، مش هعمل غيره لان الحزام مقاسه حلو. كان ممكن اقطع كده عشان تسهل لي، بس لا انا مش قطعه، لان انا ايه هحتفظ بالحزام، هخليه. وهفك
الجيبه كلها زي ما قلت لكم لغايه ما اوصل للمربعات، وهفك الكتاف كمان، هعملهم تاني من اول وجديد. يعني بصوا، هو انا هشتغل اهو، فكيت الحزام بتاعه اهو كده، انا هشتغل الفستان كله من اول وجديد ما عدا المربعات. انا الجزئيه بتاعه البدايه اهي. طيب تيجي بقى تفكي، طبعا الخيط ده ما كانش، الخيط ده ما كانش ديفا، كان استوكات، والله ما انا فاكره مش كان استوكات ولا كان خيط ايه مش فاكره، بس المهم ان هو مش ديفا. فطبعا الديفا بصراحه لما بكون شغاله واجي افكه بيبقى اسهل من كده في فكه، والخيط ده قطن، فهو القطن بيبقى غلس كده تمام، بس طبعا هو حلو يعني. فانتي عشان تيجي تفكي لازم تفكي ايه بحرص وبحيطه وحذر. طريقتي انا في لف الخيط. طبعا هقعد مع نفسي كده، مش هقعد افك معاكم الفستان كله، بس بوريكم عشان للبنات اللي تيجي تفك ما تتعافيش على الخيط وتشدي، لو شديتي هيتقطع، سلكي لنفسك من هنا كده ماشي، وفكي حته حته كده. طبعا انا بعد ما اخلص الفيديو هستعين بواحده من البناتي واخليها تلف عليا الخيط، انا هفك عشان هي مش هتعرف تفك. بصوا يعني انا لو جيت شديت الخيط هيتقطع، فعلا هيتقطع ماشي اهو. لازم اعمل كده بالراحه، اسلك الخيط بالراحه، بس هو بيقوم مفكوك على طول، لكن لازم غرزه غرزه كده اسلكها بايديا. بصوا والله يا بنات هو عذاب، انا كنت اشتغلت فستان من اول وجديد اسهل، مش عارفه يا زينب يا بنتي الله يبارك لك، لما قلت لها الفستان ده خلاص صغر عليكي، لا الفستان ده انا ماليش دعوه انا بحبه كده يعني. طيب خلاص ماشي يا ست زينب نعمله لك. هو اصلا المشكله ان هو مظبوط عليها من كل حته، مظبوط وواسع وحلو وكل حاجه، بس زي ما قلت لكم ماسك سنه من عند الحته اللي تحت الصدر، وقلت ان هو علشان برضو ايه اللي شجعني يعني ان انا عايزه اخلي لها الحته دي بصوا حتى باينه هنا دلوقتي كده ان هي الغرز بتاعتها واسعه شويه، ف ده ما بقاش مناسب لسنها يعني. فانا بعد ما هفكه ان شاء الله بامر الله زي ما قلت لكم. طيب بصوا بقى الفرق بقى بين الخيط ده، شايفين انتوا هتحسوا القطن باين فيه، هتحسوا ان هو قطن. بصوا يعني الفتله القطن بتبان يعني. بص اللي هنا ديفا، اللي الجزء الاصفر والاوف وايت ده وده، دول الديفا. شايفين الفرق بين الاثنين اهو. وده ده اللي هو مش ديفا، هو تقريبا كان بولو، والله انا مش فاكره بجد والله يا بنات، هرجع للفيديو واقول لكم هو كان ايه، مش فاكره الخيط ده كان ايه، بس هو كان نفس سمك الديفا. ده ديفا، والاوف وايت ديفا، ده اللي مش ديفا تمام. ده لو كان ديفا كان قر معايا وتفك في ثانيه يعني، كان هيبقى اسهل لي. بس كده انا ان شاء الله بامر الله بعد ما افك الليله دي كلها هرجع معاكم وانا بوسع في الفستان، علشان لو حد عنده فستان وحابب يوسع يخوض معايا التجربه. بس كده هعمله لكم ان شاء الله بامر الله في الجزء الثاني لرحلتي في فك فستان الانسه زينب بنتي. بس كده لو في اي سؤال سيبوهولي في الكومنتات وانا ان شاء الله بامر الله ارد عليه، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.